يعني شوف نبي الله يوسف يقول إلا تصرف عني كيدهن أصبو يعني أميل أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. أنا ما أدري يعني الآباء مرة راحت غيرتنا وراحت دنيتنا. وحتى البنية ترى الحجاب ده زي الصلاة، لا يكشمرون دي بحوث الحجاب وضرورة اجتماعية وما أدري إيش، ده كله مسخرة. دي الحجاب حق الله يا جماعة، ضرورة اجتماعية ما ضرورة اجتماعية، ضرورة نفسية ما ضرورة نفسية. نظر له علماء النفس قبل عشاء في 60,000 داهية الله يوجبه. وين رايحين احنا؟ يعني لازم يجي طبيب نفسي ويعطيني الحجاب، يعطي موازنة نفسية. خير يا طير ما أعطى موازنة نفسية، خير يا طير. ويش الحجاب لا حق للزوج ولا حق للأب ولا حق للأخ ولا حق للمرأة نفسها، حق الله ده. ترى احنا رحنا بعيد يا جماعة. حق الله حق، مثل ما الصلاة حقه مقتضى ربوبيته وألوهيته ومولويته، والصوم حقه والحج حقه، الحجاب حقه. والله أنا أشتي ما تفشليني تمشي كذي، لا بس على كيفك أنت. وين رايح؟ السيد الحكيم سيد محمد سعيد الله يحفظه في فتاوى، امرأة مؤمنة تسأله تقول له هذا زوجي يجبرني على ترك الحجاب، يجبرني لازم أقعد يا أخوته وتتكشف عندهم أو طلقني. هذا ما يدمي قلب الشرع. يجبر زوجة. تتصور انت وين رحنا يا جماعة؟ وين صار في العالم ده؟ طبعا اذا هذا تقولي في العراق امس بصير عندنا اليوم، الآن كثير فتاة، هذا شباب كثير يخطب يبغى امرأة بس تتحجب زي الأوادم، يحصل في 10 وحدة، أي في 10 يمكن في 100. وإذا قال لا أنا أبغى مثلا حجاب فلاني، لا ما توافق وتطلق. لو تعقد عليه تطلق. ول ما أدري. ترى الحجاب يا إخوان ما عليك من علله، والله يؤدي إلى الموازنة الاجتماعية وما أدري إيش، وهالتنظيرات الاجتماعية كلها دي ما تسوى فلس أحمر ما تسوى. الحجاب واجب وانتهينا. عرفنا عللنا ما عرفنا، وكلنا مسؤولون أمام الله. كنا مسؤول. ولا تقول إلا رب أمس البنية محجبة ما يقدر ربيها اليوم. ترى احنا حتى الآباء هدو دا يبغى في أولاده شيء يقدر يمشيهم، لو ما يقدر والله يمشيهم مسطرة. بس هو الأب نفسه